ويا هلا والله. والنهارده فيديو جديد وهنشوف مع بعض ازاي نقدر نعمل انترو احترافي باستخدام بريمير بس في اقل من دقيقه. في الحقيقه بعد الفيديو اللي فات اللي اتكلمنا فيه عن ازاي نقدر نحول اي لوجو بي ان جي للوجو انيميشن، كنت ناوي ان انا اكمل في سلسله افتر افكت، بس الرسائل بتاعتكم الكتير كانت كلها عن بريمير وكله كان محتاج فيديوهات عن بريمير، فانا النهارده حبيت اجيب لكم فيديو بريمير، والنهارده هنستخدم بريمير بس كالعاده قبل ما نبدا ما تنساش تعمل سبسكرايب لايك وشير وتنزل تكتب لي كومنت، وهتلاقي لينك الانستجرام في الديسكربشن تقدر تروح هناك تعمل لي فولو. ولو عندك اي سؤال حابب تقوله لي او اي حاجه حابب تعرفها هجاوبك هناك على الانستجرام. ويلا بينا نشوف الفيديو. انا دلوقتي مثلا لو عندي الفيديو ده اشتغلت عليه وحبيت اعمل له انترو سريعه وتبقى صغيره وفي نفس الوقت ما تاخدش معايا وقت كبير، فكل اللي هعمله هعمل سيلكت للفيديو بس، وهرجع اعمل منه كوبي. بعد كده هنعمل لهم سيلكت، كليك يمين، هنروح لسبيد، هنفعل الريبل. بعد كده هنيجي من الخانة اللي تحت سبيد هنا وهنحاول نظبط الوقت بتاعهم بحيث ان احنا نخليهم اقل من دقيقة. هي هترجع على حسب الفوتج بتاعتك، فانا عندي الفوتج كتير فانا هخليها اقل من ثانية، وليكن نخليها 8 ثواني او 10 ثواني. هندوس اوكي، هيبقوا معانا بالشكل ده، هيبقى كلهم نفس عدد الثواني وكلهم مش هيبقى فيه سبيس ما بينهم، وهتبقى معانا بالشكل ده. مع اضافة ساوند افكت هتفرق معانا جدا في شكل الانترو بتاعتنا، وهتدينا شكل احترافي وهتنفع اكتر في حتة سرد القصة او لو بتشتغل مثلا على بروجكت معمار او كده، فالموضوع هيبقى جامد، وبالذات في حتة سرد القصص الانترو دي بتبقى خرافة. ده كان كل حاجة لشرح النهارده، يا رب اكون قدرت افيدك واوصل لك المعلومة، ولو استفدت ما تنساش تعمل سبسكرايب لايك وشير وتنزل تقول لي رايك تحت في الكومنت، وتقدر تروح هناك على الانستجرام تعمل لي فولو، وهتلاقيني بنزل دايما شروحات مختصرة. وسلام.